السلام عليكم، عايزة أكلمكم النهاردة عن كل حاجة تخص الرضيع. من حيث الأكل والتغذية، بيسنن امتى، بيتفطم امتى، أفطمه ازاي، ولما أفطمه ياكل ايه، آم، واحتياجه اليومي، كل الحاجات دي. بالنسبة لسن التسنين، فهو غالبا بيكون من 6 شهور ل12 شهر. في أطفال بيتولدوا عندهم سن أو أكتر، هو بيتولد كده. بس غالبا بيبقى السن من 6 ل12 سنة. في ممكن طفل أول سنة تطلع له في عيد ميلاده الأول. بس امتى أقلق لما الطفل يوصل ل14 شهر ولسه ما فيش ولا سنة ظهرت. تقريبا عند سن 2.5 ل3 سنين بيكون كل الأسنان اللبنية ظهرت، اللي هم 20 سن. بالنسبة لسن الفطام، هو آم، على حسب انت بتأكله ايه. يعني بالنسبة للبن الأم، لو الأم بترضع طبيعي، فمنظمة الصحة العالمية بتقول انه على الأقل أول 6 شهور يكون بيرضع طبيعي، حتى لو هتنتقلي بعد كده لبن صناعي. أما الفطام فهو بيكون مش قبل 4 شهور، يعني هو غالبا من 6 شهور. بس في أطفال ممكن تبدأي معاهم بدري عند سن 4 شهور، بس مش قبل كده، لأنه بيبقى جهازه الهضمي لسه ما اكتملش في النمو، فمش هيقدر يتحمل أكل البيت يعني. بالنسبة للرضاعة الطبيعية، هي في ثقافات ممكن تفضل ترضع الأم طبيعي لحد 7 سنوات. يعني في ناس في مجتمعات بتعمل كده، وما فيش ولا دراسة أثبتت إن لبن الأم مضر في أي مرحلة، يعني عادي، يعني ما يضرش الطفل. بس هو غالبا هو بيرضع طبيعي سنتين. طيب لو انت بترضعي ببرون وما بترضعيش اصلا طبيعي، فبرضه عادي جدا. هتبدأي تفطميه عند سن 6 شهور او 4 شهور لو هو عنده استعداد لده، بس مش قبل 4 شهور. يعني الملخص، الفطام غالبا من اول 6 شهور، ولو عايزه تبدأي بدري ابدأي، بس مش قبل 4 شهور. قبل 4 شهور ممنوع. قبل سن الفطام، قبل ما تفطميه يعني، بياكل كل ساعتين او 3 ساعات، يعني بيرضع كل ساعتين او 3 ساعات. يعني مش اقل من 8 رضعات في اليوم خلال 24 ساعة. يعني ممكن يصحى بالليل عايز يرضع. طيب انا لما افطمه مش همنع اللبن مرة واحدة، لازم يكون بالتدريج. ده افضل للطفل وللام. يعني لو هي بترضع طبيعي عشان ما يحصلش احتقان للثدي، فهو بتقلل تدريجيا. حاجة كمان انه رضعة الصبح ورضعة بالليل بتبقى اخر حاجة. يعني احنا بنبدأ بالرضعات اللي في النص. نشيل رضعة ونحط بدلها وجبة، كوب لبن، يعني اي حاجة. ونخلي انه اخر رضعتين هما اللي بنشيلهم الصبح وبالليل. طيب خلاص خلصنا تدريب وبقى طول اليوم بياكل عادي اكل البيت، هنبتدي نشيل وجبة الصبح، رضعة الصبح، واخر حاجة نشيلها وجبة او رضعة بالليل. لانه رضعة بالليل هي بتحسسه بالامان، وهيبقى صعب ان هو يتخلى عنها. يعني لما نبتدي ندربه على انه ما يبقاش فيه رضعة بالليل، فهنحط بدل رضعة بالليل اي نشاط تاني. يعني تحكي له قصة، يستحمى، يعني حمام دافي كده، بتحطي له لعب وبتاع. يعني المهم تغيري الروتين بتاع بالليل. ممكن كمان تشتتي انتباهه بان هو فترة الفطام، يعني تدريبه على ان هو خلاص مش هيرضى. تخرجيه يلعب، يسمعي اغاني، يعني الهي طول اليوم بأنشطة تانية. حاجة كمان، انه لما تيجي تاكليه لازم الاكل يكون مستوي كويس، ويكون مهروس او متقطع اجزاء صغيرة جدا. آم، طيب بالنسبة للببرون، هنتبع نفس الخطوات، بس هنقلل حجم الرضعة. يعني احنا هنبتدي نقلل حجم اللبن الموجود في الببرون لغاية ما تبقى الببرون تقريبا شبه فاضية. بالنسبة للبن الأم، فانت هتقللي مدة الرضاعة. يعني شوفي ابنك كان بيرضع في المرة الواحدة مدة قد ايه، وابدأي قللي مدة الرضاعة. طيب من 6 ل9 شهور، احنا بنبتدي نقلل زي ما قلنا بعض الرضعات، وندخل بدل الرضعات دي وجبات. فانتي هو المفروض بيرضع على الأقل 8 رضعات في اليوم، هنخليهم 4 أو 6 على حسب استجابة الطفل، وهندخل وجبتين أو 3
الوجبتين او الثلاثه دول محتواهم مش كل وجبه، يعني انا بقولك المفروض ياكلوا طول اليوم، فانت اللي هقوله ده تقسميه على وجبتين او ثلاثه. ياخد من 4 ل9 معالق طعام سريلاك او خضار او فاكهه يكونوا متقطعين كويس ومستويين كويس. وبياخد من 1 ل6 معالق اي بروتين حيواني برضو يكون مستوي كويس ومتقطع حتت صغيره. من 9 شهور لسنة هنبتدي نقلل الرضعات أكتر، فهيبقوا من 3 ل5 رضعات في اليوم ووجبتين في اليوم من أكل البيت. يعني الوجبتين دول هيبقوا عبارة عن إيه؟ هيبقوا ربع لنص كوب خضار أو فاكهة أو حبوب زي رز، مكرونة، ذرة. طبعا الحاجة تستوي كويس وتكون متقطعة حتت صغيرة أو مهروسة. زائد ربع لنص كوب منتجات ألبان، يعني لبن أو منتجاته. ونص الربع كوب ربع نص كوب بروتين حيواني، سمك، فراخ، اي بروتين حيواني برضه يكون مستوي كويس ومتقطع كويس او مهروس. الكوب يعني 250 ملي. بعد عمر عام بيكون محتاج حوالي 1000 سعر حراري في اليوم. مفروض يكون نصهم، مش نص الكمية، نص السعرات دهون صحية، فركزي في الفترة دي ان هو ياكل دهون صحية. طيب الاكل ده هنقسمه على ايه؟ على 3 وجبات و2 سناك في كل وجبة، علشان تظبطي موضوع ال1000 سعر حراري. ففي كل وجبة ياكل حوالي كوب اللي هو 250 ملي الاكل ده ميكس بقى، بروتين وخضار وفاكهة وحبوب، رز او مكرونه. يعني اختاري حاجه. ممكن اديكي مثال على يومه يعني ياكل ايه. السناك يبقى زبادي، يبقى فاكهه، يبقى توستوا عليه اي حاجه تانية. ده بالنسبه للسناك. يعني طبعا بيرضع برضو حوالي 475 ملي لبن، سواء ببرون او لبن طبيعي. بس بعد سنه بيكون مصدر الاكل الرئيسي هو اكل البيت العادي. يعني شوية نصايح بس للأكل اللي هياكله الطفل أثناء الفطام. بلاش عسل قبل سن عام، يعني قبل ما يوصل لسنة بلاش عسل. تاني حاجة بلاش سكر وملح مضاف للأكل أو المية الطبخ بتاع الطفل. حاجة كمان بلاش الجانك فود، اللي هي الحاجات اللي بتكون سعراتها الحرارية عالية بس ما فيهاش قيمة غذائية. بلاش العصاير، ولو ضروري يشرب عصير او هو بيحب يشرب عصير يبقى 100% فاكهة، ويكون مش اكتر من 118 ملي في اليوم. عايزة اقول لكم انه الطفل لازم يكون عنده استعداد للفطام. يعني قلت لكم انه ممكن اطفال يتفطموا بدري شوية عند سن 4 شهور، طبعا مش قبل 4 شهور، بس ممكن عند 4 شهور. وممكن اطفال عند سن 6 شهور او اكتر. اعرف ازاي ان الطفل مستعد؟ اولا لازم يكون بيعرف يقعد حتى لو انت سنته بس راسه ثابته، يعني يقعد مع دعم بس راسه تفضل ثابته. تاني حاجه يكون عنده يستمتع بالاكل. يعني لازم توفري له، انت هتمنعي مصدر الاكل الرئيسي بالنسبه له، فلازم توفري له بدائل تكون ممتعه او هو بيحبها. طيب احنا اتكلمنا لو الطفل هيتفطم عند سن 6 شهور اكله ايه. طيب لو هتفطم بدري شويه ياكل ايه؟ من 1 ل4 معالق سريلاك، و1 ل4 معالق خضار او فاكهة او ميكس بينهم، يتقسموا على وجبتين او ممكن وجبة واحدة على حسب يعني الطفل يعني استقباله للاكل عامل ازاي. اخر حاجة عايزة اديكي مثال على يوم للاكل للطفل. فمثلا هيفطر هياكل توست بس يكون حبوب كاملة، او سريلاك مع فاكهة مثلا. هيتغدى بيض مع بطاطس مهروسة. هيتعشى فراخ او سمك مع مكرونة او بطاطس مهروسة او رز. السناك ممكن اديله زبادي او فاكهة. فدي امثلة يعني.